عواصف خطيرة تجتاح دولة الكيان الإسرائيلي الآن، وهذه العاصفة أطلقوا عليها اسم بايرون، وتضرب الآن مناطق ومدن إسرائيلية بقوة كبيرة. وبأمر الله متابعينا الكرام، فقد جلبت هذه العاصفة معها أمطارا طوفانية وأيضا تساقط غزير لحبات البرد أدى إلى تكسر زجاج السيارات، وأدت هذه السيول العارمة التي تشاهدون جزءا بسيطا منها أدت إلى غرق عدد من السيارات، وأيضا هناك عالقين جراء هذه السيول، والسلطات الإسرائيلية الآن والدفاع المدني عندهم يحاول تخليصهم من هذه السيول الطوفانية. מדובר בזוג שנתקעו בערוץ מים זורמים, גובה מים כגובה פגוש קדמי. والآن متابعينا الكرام تهطل أمطار غزيرة طوفانية أيضا في مناطق جنوب النقب وحتى منطقة إيلات أيضا، وتحدث الآن عواصف رعدية كما تشاهدون، ويستمر حتى اللحظة خطر الفيضانات المحلية خاصة في الساحل الساحلي الجنوبي، ولدينا أيضا خطر سيول كبيرة جراء هذه الأمطار الغزيرة، حيث غمرت هذه المياه الطوفانية بالفعل عدة شوارع في يفني سيديروت وأيضا في نهارية، وتم إنقاذ أكثر من 15 شخص داخل سياراتهم حيث غمرتها المياه. وبأمر الله متابعين هذه العاصفة بايرون سوف تستمر على الأقل حتى يوم غد، ومن المحتمل أيضا أن تبقى في الأجواء خلال أكثر من 3 أيام تقريبا. وفي هذه الأثناء متابعين الكرام تهطل أمطار غزيرة طوفانية مصحوبة بعواصف رعدية وصواعق تهطل على مناطق مختلفة من الشمال وحتى الجنوب، وخصوصا الآن مناطق وسط البلاد من السهل الساحلي والسهل الداخلي، ويوجد الآن خطر حدوث فيضانات بشكل كبير. وفي نهارية متابعينا الكرام طلب من السكان البقاء في المنازل بعد دخول خلية رعدية فائقة وقوية لهذه المنطقة، وذلك قبل ساعات من الآن، وقد غمرت هذه السحابة بالفعل منطقة نهارية بأمطار لم تشهدها منذ أكثر من 10 سنوات. والآن متابعينا الكرام تهطل أمطار غزيرة طوفانية أيضا في مناطق جنوب النقب وحتى منطقة إيلات أيضا، وتحدث الآن عواصف رعدية كما تشاهدون، ويستمر حتى اللحظة خطر الفيضانات المحلية خاصة في الساحل الساحلي الجنوبي، ولدينا أيضا خطر سيول كبيرة جراء هذه الأمطار الغزيرة، حيث غمرت هذه المياه الطوفانية بالفعل عدة شوارع في يفني سيديروت وأيضا في نهارية، وتم إنقاذ أكثر من 15 شخص داخل سياراتهم حيث غمرتها المياه. לא, יש מונית פנויה באזור. מונית. وهناك الآن متابعينا الكرام أعطال كبيرة في القطار وفيضانات في مواقف السيارات، حيث تسببت صاعقة برق كبيرة تسببت بخلل كبير في نظام الإشارات قرب كريات جات، ما أدى إلى توقف في حركة القطارات بين اللد وبئر السبع إلى أكثر من 4 ساعات. وقالت شركة القطارات إن الخدمة إلى بئر السبع معطلة الآن وسيتم استئنافها ريثما يتم إصلاح الخلل. وخلال ساعات المساء متابعينا الكرام وصلت الأمطار الطوفانية الغزيرة إلى مدينة سيديروت، حيث شوهدت سيارات الإسعاف أيضا وهي تنقل المصابين، وشوهدت عدة سيارات حيث جرفتها السيول وأغرقتها هذه الفيضانات وانفجر عمود كهربائي. وفي مدينة حولون أيضا
تقطعت عدة أشجار وسقطت على الطرقات، مما أدى إلى قطع الطرقات في هذه المدينة وإصابة 4 أشخاص وإحالتهم إلى المستشفى وبعضهم إصابتهم حرجة. أما في منطقة باراك داروم متابعينا الكرام في مدينة تل أبيب تم غمر عدة سيارات في مناطق مختلفة وأحياء كبيرة منها، وقام مسعفو ما يسمى نجمة داود الحمراء بعلاج 3 شباب أصيبوا بجروح، واحد منهم تم إحالته إلى المستشفى وذلك إثر اصطدام سيارته بالمنصف في الطريق السريع. وفي إحدى المستوطنات قرب القدس المحتلة تم إنقاذ سائق ومرافقه بعد أن علقا في سيل كبير وتمكنا بصعوبة من الخروج إلى الضفة لكن دون قدرة على التحرك، فتم استدعاء طواقم الإنقاذ وتم أخذهم إلى المستشفى. נראה לי שנתקענו. وفي مدينة أسدود متابعين الكرام تم نشر عدة مقاطع فيديو تشير إلى غرق المستشفى المركزي في هذه المدينة بسبب هذه الأمطار الطوفانية، وتسببت هذه الأمطار أيضا بإيقاف خدمات هذا المستشفى لأكثر من 3 ساعات كاملة. أحبتي، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذا الفيديو. في الختام نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا. كان معكم أخوكم محمود، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.